فطاف الأمير بالبيت، وهذا شأن تعبدي محض لا ندخل فيه، هذا أي مسلم يطوف بالبيت، ولا يشرع الطواف إلا بالبيت، هذا أمر واحد. مما ذكر أو مما نقل مسألة أو شوهد أنه سمو الأمير صعد على سطح الكعبة عندما بناها خليل الله إبراهيم لم يجعل لها سطحا، لم يجعل لها سقفا، لكن قريشا لما أعادت بناءها جعلت لها سقفا وجعلت لها ميزابا في موضع الميزاب اليوم الذي يصب في الحجر. هذا سطح الكعبة لم يقل أحد من العلماء أنه لا يجوز الصعود عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتح مكة أمر بلالا أن يصعد على سطح الكعبة وأن يؤذن، فقام رضي الله عنه وارضاه وصعد على سطح الكعبة وأذن. ولهذا العلماء بحثوا في مسائلهم الفقهية منذ قديم الدهر مسألة الصلاة فوق سطح الكعبة، هل تجوز أو لا تجوز الصلاة؟ ولا يمكن مناقشة هل تجوز الصلاة أو لا تجوز الصلاة حتى نثبت أولا أنه يجوز الصعود على سطح الكعبة، فلم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يجوز الصعود على سطح الكعبة. هناك من قال ببطلان الصلاة فوق الكعبة لأنها إلى غير القبلة، تصلي داخلها لكن ليس فوقها، هذا واحد. ثم إذا تحدثوا عن مسألة الصلاة فوق الكعبة إذن السياق مختلف، هو صعود على ظهر الكعبة لأي شيء؟ لأجل الصلاة لا لشيء آخر. ثم تمحلك وبذل قصارى جهدك أن تقنعنا أن الأمر بريء وأنه من أجل مراقبة أشغال الحرم والتوسعة. على شكون تضحك؟ تضحك على نفسك ولا على غيرك؟ هذا ضحك على الذقون. لماذا؟ لأن الكعبة ليست أرفع شيء في المسجد الحرام، ليست أرفع نقطة، وبالتالي كان باستطاعته أن يصعد، وقد صعد على السطح أو على الرافعات أو على الأبراج المطلة، الأبراج الملكية هذه والشرفة الملكية، ينظر إلى كل شيء. لكن هذا الصعود صعود استعلاء، وأنني مستعل على عرش الملك وهذه قبلتكم أيها المسلمون، ها هي تحت قدمي. والسلوكيات تدل على ذلك والقرائن تدل على ذلك، هو ارتفاع وصعود استعلاء ومكابرة. سبحان الله، ولا نبي فعل هذا، ولا خليفة من خلفاء المسلمين ولا ملك من ملوك المسلمين فعل هذا أبدا في تاريخ المسلمين، أبدا ما فعل ذلك واحد، لم يتجرأ واحد احتراما لأي شيء لبيت الله الحرام واحتراما لمشاعر 1.5 مليار مسلم.